السلام عليكم. اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ليه في قسوة قلب بقت بين القرايب والأهل؟ السؤال ده بعتهولي واحد من المتابعين الغاليين، والحقيقة السؤال ده لمس جرح عند ناس كتير قوي. احنا يمكن اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده بس باختصار. النهاردة هنتكلم فيه بالتفصيل وعلى المكشوف. ليه السند اللي من دمنا بقى هو فعلا اللي بيدينا ظهره؟ وليه بقينا بنشوف ندالة للأسف بتيجي بدم بارد من ناس قريبين منا قوي؟ فخلينا نفتح النهاردة الموضوع ونتكلم فيه بالتفصيل سوا. احنا بقينا للأسف عايشين في أيام النفوس فيها اتغيرت بشكل بيوجع القلب، والواحد ما بقاش عارف العيب في الزمان ولا العيب في البشر. زمان كانت كلمة عزوة دي بتهز جبال، كان الواحد ينام وهو مطمن ان وراه اهله يشيلوه لو الدنيا يعني مالت بيه. النهاردة للأسف الوضع اختلف. الموضوع ده فتحناه قبل كده في دردشة سريعة، بس لما لقيت الرسائل والتعليقات شغالة مليانة وجع، هنا عرفنا ان احنا محتاجين نتكلم شوية بالتفصيل ونحط شوية نقط كده على شوية حروف. احنا هنا النهاردة عشان نحلل قسوة القلب دي جت منين، وازاي بصراحة نحمي نفسنا ونحفظ كرامتنا كده وسط النفوس دي كلها، النفوس المتغيرة دي، من غير يعني ما نضيع ولا نضيع أصولنا كده، ولا نسمح للسواد انه يسكن في قلوبنا احنا كمان، لان الأصول هي اللي بتعيش في الآخر. الناس اللي عندها أصل هي اللي بتستمر في الآخر. هديك مثال كده من الواقع. تخيل واحد كان بيساعد ابن عمه كده بكل ما يملك، لدرجة انه شغله معاه في شركته بمرتب مثلا 15,000 في الشهر، رغم ان خبرته زيرو، وده كله كان عشان صلة الدم وعشان يرفعه معاه. يعني ابن عمه بدل ما يصون الجميل لا، ابتدى يخطط من وراه وسرق العملاء بتوع الشركة دول، وحسابات تمنها أكتر من حوالي 200,000 300,000 جنيه، وراح فتح شركة منافسة في السر. ولما الوضع انكشف رد ببرود قوي، قال دي شطارة، وبدل ما يعتذر لا، ده راح شوه سمعة قريبه ده وسط العيلة كلها عشان يغطي على الخيانة الحلوة اللي عملها. لما تلاقي كده اللي انت شلته على كتافك هو أول واحد يخونك ويسرق تعب سنين بس بدم بارد، تكتشف ان الدم بقى مية، ما بقاش يحن زي زمان كده. الموضوع هنلخصه كده في 5 نقاط مهمين، والنقطة ال5 هنقول فيها ليه الناس بتعمل كده، ايه الأسباب. أول نقطة، في حسبة برمة كده في المواريث والفلوس. أول ما ريحة الفلوس بتطلع صلة الرحم دي بتبتدي تتهز عند نفوس كتير، وبتتحول العيلة لقطع كده متفرقة، وكل واحد طمعان في نصيب غيره بس بزيادة كمان. الفلوس بقت هي المحك الحقيقي اللي بيكشف ان الأصول عند البعض كانت مجرد كلام،
والجوهر للأسف طلع فاضي. الوجع انك بتكتشف ان اللي كنت فاكره سندك هو في الحقيقة بيحسبها معاك بالمليم، وعايز ياخد حقك ب100 طريقة طرق ملتوية. والأسوأ من كده ان اللي بيبيع دمه ده عشان قرشين بينسى ان الرزاق هو الله، والرزق الحرام ما بيبقاش فيه بركة، وان السيرة الطيبة هي اللي بتدوم. لكن في زماننا ده بقت المادة عند البعض كده أهم من صلة الدم وصلة الرحم، وأهم من رضا ربنا، فبيخسر أهله ونفسه عشان خاطر شوية حاجات كده هتختفي بعد كده. تاني نقطة، في صلة كده اسمها صلة المناسبات والسكوت. أصعب حاجة إن القرايب ما بقوش يشوفوا بعض غير في واجب رسمي، عزا، فرح، حاجات رسمية، وبتبقى القعدة عبارة عن تمثيلية اجتماعية الكل بيشارك فيها، الكل بيمثل على بعض، كل واحد قاعد ماسك موبايله أو بيبص للتاني بطرف عينه من تحت لتحت بس عشان يراقب حاله، يراقب لبسه، يراقب عيوبه، يراقب كل حاجة. مفيش كلمة طيبة بتخرج من القلب كده تبرد الروح، ومحدش بيفتح بقه بكلمة عدلة تسندك فعلا بجد. حتى لما نيجي نسلم على بعض بنسلم بكلام ميت، كلام بارد. وأول ما تخرج من المناسبة دي، سواء فرح، سواء عزا، سواء سبوع، سواء أي مناسبة كانت، أول لما بنخرج بنبدأ بقى نقطع في فروة بعض بدم بارد. الجفاء اللي من النوع ده بيحول العيلة لأغراب، أغراب شايلين نفس الاسم وبيموت معنى الود والرحمة اللي كبرنا عليه، بس شايلين نفس الاسم. وبقت اللقاءات فعلا حمل تقيل الكل عايز يخلص منه بسلام. تالت حاجة، لما الغريب أقرب والدم أبعد من الخيال. دلوقت بقينا بنشوف واقع يوجع القلب، إن الجار أو الصاحب أو حتى الغريب بيخاف عليك وبيهتم بيك أكتر من قرايبك اللي من لحمك ومن دمك. الغريب ممكن يشيلك في محنتك بإيد حنينة ومن غير ما يذلك أو يمن عليك، لكن القريب لو عمل لك حاجة بسيطة بيفضل يمنن كده ويذلك بيها العمر كله ويفضحك في كل العيلة. الوجع إنك بتلاقي السند والاحتواء في حد ملوش علاقة بشجرة عيلتك، والدم اللي هو المفروض يربطكم بقى عبارة عن حواجز وسدود كده، حيطان مقفلة بينكم. ده بيخلي الواحد يحس بالغربة وسط أهله ويسأل نفسه كده بمرارة، ليه الغريب حس بوجعي وشني، والقريب اللي كان بياكل معايا في طبق واحد واللي متربيين مع بعض واللي بيننا صلة دم عامل نفسه كده مش شايف وكأنه نكرة؟ فعلا دول بيبقوا كلاب. رابع حاجة، برود المشاعر المريب. لما بتقع في ضيقة مادية كده أو أزمة نفسية بتكتشف الحقيقة المرة، إن عندك قرايب كتير جدا في الصور وفي الأفراح وفي المظاهر وفي الستوري والسوشيال ميديا، لكن للأسف دول صفر كبير قوي وقت الجد والشدة. هوا تلاقي اللي كان بياكل عندك مثلا كل يوم وفتح بيته ليك، أول ما طلبت منه وقفة رجالة معاك ويقف معاك وقفة راجل اختفى تماما، وتحجج ب100 حجة وهمية وباردة. البرود اللي بيقابلوا بيه وجعك كده وكسرتك بيحسسك ان العزوة دي كانت مجرد ديكور كده بيختفي على طول في أول موقف في الحياة.
الخذلان ده يا جماعة هو اللي بيموت المشاعر للأبد، وبيخليك تقفل بابك على نفسك فعلا، وتقرر انك انت مش هتعشم في حد تاني مهما حصل، لان اللي اتوجع من اهله بيفضل خايف يفتح قلبه لأي حد تاني. خامس حاجة، ودي اهم حاجة، اسباب قسوة القلب دي. اول سبب ضعف الايمان وقلة الرضا. النفوس ما بقتش راضية باللي ربنا قسمه لها، وغياب القناعة خلى الواحد فعلا يبص لرزق غيره باستكتار عليه، وينسى ان الارزاق دي بايد رب العالمين. دي اول سبب. تاني سبب، دي مشكلة سودة بقى، استكتار النعمة، مرض النفسنة. الواحد بيزعل لو شاف قريبه ناجح او جاب عربية جديدة واحسن موديل، ويتمنى فعلا زوال النعمة من ايده عشان بس يطفي النار اللي جواه. دي مشكلة سودة. دي تاني حاجة. تالت سبب، عقدة اسمها عقدة ولادي وبس. الأنانية في التربية، اللي هي عايز ولادي بس هما اللي يبقوا أحسن ناس، وأي واحد من قرايبنا تاني ينجح ده يبقى تهديد، لازم يتحفر له ولازم نبعد عنه ولازم ما نساعدوش، عشان ولاده بس هما اللي يفضلوا في الصورة. دي الأنانية في التربية. رابع حاجة، في فلسفة اسمها فلسفة الهروب. ضغوط الحياة خلت الناس تختار الندالة كنوع من الدفاع عن النفس، فيبيع صلة الرحم عشان يوفر مجهوده لنفسه بس، ما يساعدش حد. أناني، فخلاص أنا ندل يا سيدي، بس نوع من الدفاع. خامس حاجة، غياب القدوة وكبير العيلة. للأسف ما بقاش في حكيم زي زمان يلم الشمل كده ويحكم بالأصول. كل واحد بقى شايف نفسه هو المرجعية، وضاعت القيم كلها اللي كانت بتحمينا للأسف. سادس حاجة، المادية وسيطرة المصلحة. صلة الرحم اتحولت لعلاقة مصلحة، علاقة منفعة. لو فيك فايدة هتشوف الود، هتشوفه ما شاء الله عليه من هنا لغاية اسكندرية. لو مصلحتي خلصت هتشوف الظهر بقى والندالة، لأن القلوب فعلا بقت مادية بامتياز. نصيحتي ليك، بس نصيحتي دي بعد ما كل الطرق اتقفلت خلاص ووصلتوا الطريق مسدود معاهم، وهم نفسهم ما يتغيروش، بقرفهم، بكذبهم، بنفاقهم، بقسوتهم، بقلة أدبهم، بكل حاجة، بحقدهم، بحسدهم، بكل شيء، فوصلت معاهم لطريق مسدود خلاص. دي نصيحتي ليك، خليك كتاب مقفول، مش كل نجاح تحكيه. داري على شمعتك وخلص أمورك وحاجتك كده بالكتمان. الأصول ما فيهاش كلام، عاملهم بذوق وبالأخلاق، بس خلي فيه مسافة أمان كده تحمي خصوصيتها. دي تاني حاجة. تالت حاجة، لو في تعامل مادي خليه بالورقة والقلم بينك وبينهم، أو بلاش منه خالص. كلمة فلوس تكون بره حاجة اسمها العيلة. رابع حاجة، حط في دماغك كويس قوي إن كل واحد ليه ظروفه، عشان ما تتوجعش لما حد يقصر معاك ويطلع ناقص، فقلل العشم قوي ترتاح. أسرار بيتك ومشاكلك ما تخرجش بره باب الشقة مهما حصل. أسرارك بينك أنت ومراتك وولادك، بيتك خط أحمر. سادس حاجة،
رد دايما بأدب وبحسم. لو حد اتخطى حدوده عرفه مقامه بكلمتين بس، الكلمتين دول فيهم أصول هو ما ترباش عليها. سابع حاجة، لو في قعدة بتجيب لك طاقة سلبية حالا تعتذر عنها بمنتهى الرقي. اعتزل ما يؤذيك، ابعد عنها. تامن حاجة، اللي تحس ان هو جواه كده مش سالك، نفسه مش صافية ليك، اتعامل معاه بحرص يا جماعة وبذكاء. خليك واثق في قلبك. دي تامن حاجة. العزوة مواقف، دي تاسع حاجة. دايما اتمسك باللي وقف معاك في شدتك حتى لو كان غريب عنك، ده سندك، هيكون سندك. على فكرة ممكن يكون في أهلك واحد أو اتنين، دول ناس يعني أكيد شبهك، اتمسك بيهم. بس أنا بتكلم على الغالبية اللي هم 99%. 10 حاجة، خلي أخلاقك نبعة من أصلك، بس خليك دايما واعي وحريص. في النهاية الرضا باللي ربنا قسمه ده الكنز اللي بيخليك ملك في مملكتك. حتى لو كل اللي حواليك وحشين، قاسيين، بيحقدوا عليك، مقرفين، كل الصفات الزبالة دي موجودة فيهم، لا، خلي عندك رضا. الرضا ده هيحل حاجات كتيرة قوي. وصون كرامتك. صون كرامتك دي أهم من أي صلة ممكن تذلك. حافظ على قلبك إنه يكون سليم ونضيف من غير حقد، لأن سلامة القلب رزق كبير من ربنا. سامح واصفح عشان راحتك أنت وعشان تقابل ربنا بقلب أبيض، لكن في نفس الوقت خليك إنسان واعي وعرف كل واحد حجمه الطبيعي إيه في حياتك. الدنيا رحلة قصيرة ومفيش حاجة تستاهل إن احنا نضيع إيماننا كده أو نكسر خاطر حد من دمنا. بس اللي يختار بيعه، خلاص هنعمل إيه؟ هو اللي اختار إنه هو يبيع، نبيع. هتقول له مع السلامة وانت قلب مبسوط، بس بعد ما كل الطرق اتقفلت. لأن اللي بيخرج من حياتك وهو مش عارف قيمتك، ربنا أكيد هيعوضك بقلوب تانية تعرف قيمتك وتصونك بجد. افتكر دايما ان ربنا هو السند الحقيقي اللي هو ما بيغيبش أبدا، وان الحق بيرجع لأصحابه ولو بعد 1,000,000 سنة. خليك الأصيل اللي بيصون، بس خليك القوي اللي هو ما بينكسرش. واستعوض ربنا في كل وجع انت شفته من حد قريب، لأن عوض ربنا ده بيمسح أي جرح بعد كده. ربنا يرزقنا ويرزقكم سلامة القلوب. تحياتي لكم ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. بس أرجع أنوه، في ناس أكابر برضو من أهلنا، بس يعني 1 2 3، مش 99%. تحياتي لكم ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.